هو كمان فيلم بتحب تتعاطف مع الشخصيات، بتحبهم، انت فاهم سيمون دي عايزه ايه في حياتها. انت حتى محمد. السلام عليكم. في اول فلوج اعمله في حياتي. النهارده فلوج فيه كذا حاجه، عايز اجرب فيه قطر التالجو لان انا مسافر القاهره لاول مره في حياتي بالقطر الجديد ده، وده اول فلوج اعمله في حياتي. والحاجه الثانيه رايح احضر ايفنت دور ال 16 لحبيب قلبي الدود محمود مهدي، فعشان انا متاخر كالعاده، يعني متعود ان انا اتاخر دايما. القطر الساعه 2، دلوقتي الساعه 2 الا ربع وانا لسه نازل من البيت، فبقى نكمل ان شاء الله لما نوصل المحطه. سلام. الحمد لله وصلت محطه سيدي جابر في 5 دقايق الحمد لله. انا بقى حاجز القطر اونلاين، فمش عارف لو انا حاجز اونلاين اخش على طول ولا ايه، فهروح اسال في الشباك اهو. طب والله هي حاجه حلوه جدا، انا رحت سالت في الشباك قال لي انت تخش تركب على طول، مش لازم ان انت تيجي ناحيه شباك التذاكر. فهو تقريبا بقى في القطر هنشوف، هيسالني هيقول لي. الحمد لله وصلت، وكان لسه القطر ما وصلش. اللي انا عرفته ان هو بيوصل الساعه 2 محطه مصر وانا في سيدي جابر، فبالتالي لسه في وقت، لسه قدامي في وقت بتاع 5 دقايق او 10 دقايق الحمد لله. لسه نفسي اتعلم وانزل بدري في حياتي مره. اهو القطر جاي طبعا، هو مش باين بس هيبتدي يبان عشان الشمس. اهو الفخمه اهو ده التلج بقى اللي احنا عايزين نشوفه. اهو نرجع من الزوم. اهو يا جدعان، ده يخرب بيت الفخامه، ده حاجه نضيفه قوي. نروح بقى نركب الدرجه الاولى 3. فين بقى الدرجه الاولى 3 دي؟ يخرب بيت الفخامه يا جدعان، طياره. اهو ركبت اهو الكرسي بتاعي، ان شاء الله هو الكرسي بتاعي، بس المشكله بقى ان في حد جنبي، انا ما اعرفش مين بقى يبقى جنبي. اتمنى يبقى حد لطيف عشان اعرف اتكلم معاكم، بس لو ما عرفتش هتصرف. طبعا مش عارف اصور القطر وبتاع عشان الناس اللي وكده، فعشان البرايفسي بتاعتهم، بس انا بحط لكم صور. في شاشه هنا بقى، بس هي تقريبا ملهاش اي استخدام، ما فيهاش اي حاجه، فاضيه اصلا. طب حطينا عليه بقى مش عارف. في سماعات هنا، هنسمع ايه بقى؟ اهو احنا اتحركنا بالظبط 2:15، فيا ترى بقى هنوصل امتى بالظبط من سيدي جابر؟ تعالوا بقى احكي لكم انا مسافر رايح فين. النهارده الدود محمود مهدي عامل ايفنت دور ال 16 لافضل فيلم مصري في التاريخ. فطبعا انا ما حضرتش اي ايفنت قبل كده لمهدي ولا شفته قبل كده على الحقيقه، رغم ان انا بحب مهدي واعرفه بقالي 10 سنين. فقلت لازم انها تبقى فرصه، خصوصا انا دلوقتي لسه في اجازه، ان انا اروح احضر الايفنت ده. فانا كنت ناوي ان انا اروح صد رد، بس قلت لا، ممكن لان انا عايز اكشن اكسبيرينس، فانا برضو ممكن اجرب ان انا اقعد في وسط البلد، لان انا ما رحتش قعدت في وسط البلد خالص. فحجزت ليله كده برضو في مكان نبقى نشوفه مع بعض، نستكشف المكان، وعايز اشوف شوارع وسط البلد وكده. فقلت اخد يوم، قلت ان انا اخد يوم كمان، بحيث ان انا بكره الصبح برضو انزل اشوف وسط البلد كده شويه، وممكن اجرب حاجه كلها. فان شاء الله يبقى اليوم حلو، واشوف الدود النهارده على خير يعني. هروح اشوف حاجه اكلها. بص بقى طماطم، ميزه عظيمه، فنشوف حاجه ناكلها. منور يا فندم. منورين. طلبت شيش طاووق
هنجرب الاكل بقى وان شاء الله يطلع الاكل كويس. يا جماعه يخرب بيت النظافه بجد، يخرب بيت النظافه. ممكن كمان تعمل سكان للمنيو وانت قاعد في مكانك. تسلم. حاسبك دلوقتي. وزي ما انتم شايفين الاكل نزل لي سخن جدا جدا جدا. تتبيلة الفراخ كانت عادية بس كانت حلوة يعني. اللي عجبني جدا الرز، رغم ان انا مش بحب الرز الابيض بس هو كان طعمه حلو والبهارات كانت فيه كتير يعني. اكتر حاجة عجبتني الكوفير، كان فيه ملح وفلفل وكمان كان فيه وايبس وكمان كان فيه خلة، ودي كانت حاجة بالنسبة لي مهمة جدا لان دايما الاكل بيلزق في اسناني. بعد كده دخلت التويليت وزي ما انتم شايفين الراجل كان بينظف التويليت قبل ما انا اخش. شايفين النظافه شكلها عامل ازاي؟ كانك في حمام طياره بالظبط. في بقى بعد كده زر الكبس ده وزر الكبس ده، واحد بتاع السيفون وواحد بتاع الشطافه. انا قعدت ساعه لحد ما اعرف الفرق ما بينهم. عجبني قوي ان في طاوله بتاعه تغيير اطفال لو حد عنده طفل وحد عايز يغير له يعني. الحنفيه بقى زي ما انتم شايفين كانت بالتاتش، وكمان الحمد لله لقيت صابون اخيرا في البتاع بتاعه الصابون. وبجد الموضوع او الحمام كان كله نضيف جدا يعني، مكانش فيه اي حاجه فيها قرف او اي حاجه مقززه زي العادي. بس الشطافه كانت ميتها ضعيفه شويه، دي بس المشكله. كنا تقريبا وصلنا نص الطريق. الميزه ان انا مش محتاج افتح الجي بي اس لان في شاشه عليها جي بي اس والمكان بتاعنا ودرجه الحراره والتاريخ وكل حاجه موجوده جوه العربيه. جاي لك يا دود. وصلت الحمد لله الساعة 4:30 بالظبط، يعني الوقت كان بالظبط، الوقت كان اكريت جدا. طلعت اهو من محطة رمسيس رايح الفندق اللي انا حاجز فيه. هو مش فندق، هو يعني زي هوستل كده اسمه نيو بالاس، برضه في وسط البلد قريب من السينما وقريب من المحطة. احلى حاجة ان كل حاجة في الفلوج ده هتبقى في وسط البلد لان انا حاجز كله جنب بعضه يعني، دي حاجة كويسة جدا. فهنروح كده نعمل تشيك ان. الساعة دلوقتي 5، فاضل ساعتين على الايفنت وبعدها ان شاء الله نتحرك على السينما. اهو ربنا يستر بقى ويطلع حاجة حلوة يا رب. اهو الفندق في الشارع اللي جنب السينما بالظبط، فبيقولوا لي في الدور السادس، فهنركبوا الاسانسير بقى كده. ربنا يستر يعني، هو هوستل زي ما قلت لكم حاجه صغيره، فرب يبقى حاجه حلوه يعني. الوهله الاولى الديكور لطيف يعني، ان شاء الله خير. الاوضه اهي في كذا سرير بس هو قال لي مفيش حد هيخش معايا يعني. نشوف الفيو قشطة يعني. سيبوا حاجتنا وننزلوا تاني. كان اقل حاجه في الهوستل بس مشكلته مش في النظافه، بالعكس هو كان نضيف جدا، بس حاسس ان التولز او الاكويبمنتس كانت قديمه شويه. جايب لمهدي تراك سوت هديه بتاعت برشلونه، يا رب ياخدها وتعجبه ان شاء الله. خلاص بقى حطيت حاجتي هنا وهنزل بقى دلوقتي اروح على السينما استنى مهدي. الحمد لله كنت سعيد الحظ قبل ما الايفنت يبدا وعرفت اقابل محمود مهدي واديته الهديه وعجبته جدا الحمد لله. وانبسطت طبعا ان هو كان عارفني وقعدنا اتكلمنا كده شويه، بس ما رضيتش اطول معاه عشان كان الايفنت قرب يبدا. فدي من اكتر الحاجات اللي كانت هايلايت في اليوم اصلا او اليومين اللي انا سافرت فيهم القاهره. زي ما انتم شايفين اصلا نص يوتيوبرز مصر قاعدين قدامي في الصف الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
واهلا وسهلا بكم في حفله اولى ومناقشه ومناظره جديده من مناقشات ومناظرات دور ال 16 السينمائي. منوريني انتوا كتير قوي وده حاجه تخوف بجد. الكراسي وهي فاضيه ما كانش شكلها يخوف، دلوقتي بقى شكلها يخوف قوي. يا رب ان شاء الله تطلع السهره حلوه وتنبسطوا بيها. حقيقي كلكم منوريني وساعدوني في ان احنا نرحب بضيوفنا السيناريست والناقد الكبير استاذ وائل حمدي، والناقد الكبير ورئيس جمعيه النقاد المصريين ورئيس الاتحاد الدولي للنقاد احمد شوقي، نقدر الصوت زي الفل؟ الصوت زي الفل؟ تمام الحمد لله. انا المفروض اقعد في النص عشان ابقى قدام المناديل. انا مش عارف اعدي منين. شفت الستيج واسع ازاي؟ طب تعالى. انا مصور حاجات كتير جدا في الايفنت، بس احتراما لمهدي عشان قال ان هو هينزل الحلقه، فبالتالي مش عايز احرق على حد حاجه ولا احرق لحد الحلقه، فهكتفي بس بالمشهد ده. واللي هو زي ما انت قلت على ما فيه من، هو كمان فيلم بتحب تتعاطف مع الشخصيات، بتحبهم، انت فاهم سيمون دي عايزه ايه في حياتها، انت حتى كل حاجه صوره مع الجمهور هنعمل استني خليك بس مهمه قوي بجد تبعتوا لي ايه اللي ما عجبكوش. فاهمين الدنيا حبيبي. استنوا نتصور مع بعضينا صوره. انبسطت فشخ في الايفنت بجد، ودي كانت اول مره زي ما قلت لكم اشوف فيها مهدي، وكان يوم جميل. وبعد ما خلصنا الايفنت طلعنا وقفنا بره، قابلت اليوتيوبرز الجمال ان رامز نتان وادم جمعه وعلاوي وعمر من الحطابه، وكمان قابلت يحيى عزام، وكمان الناقد احمد شوقي، وكمان وائل حمدي كانوا ضيوف في البرنامج. وبجد كان يوم حلو جدا، وزي ما قلت لكم اتصورت معاهم. وبعدها روحت الصراحه نمت، اكلت ونمت عشان ما كنتش قادر خالص، كنت تعبان يعني. امبارح انبسطت جدا في الحفله، ولما خلصت الحفله كنت تعبان جدا، طلعت اكلت وروحت نمت. نزلت بقى بدري الساعه 6، كنت عايز اغير تيكت القطر بس طلع للاسف انه ما ينفعش، كنت عايز اخليه 8، هتحرك الساعه 2. فقلت بقى ايه، انزل الف شويه في شوارع وسط البلد، حبيت افرجكم معايا شويه. وانا بتمشى شفت مكان فحصل لي ديجافو كده، تقريبا المكان ده هو اللي اتصور فيه فيلم 200 جنيه، لو هو احط لك المشهد واعتقد هو ده بالظبط. لقيت العمارتين اللي اتصور فيهم عمارة يعقوبيان أخيرا. دي العمارة اللي اتصور فيها مكتب عادل إمام، ودي العمارة اللي اتصور فيها الفيلم نفسه. ده أنا سألت حد في الشارع قال لي كده، بس أيوه هي دي العمارة اللي ظهر فيها عادل إمام. أحلى فيلم أنا بحبه في حياتي، أحلى فيلم مصري. اهو ده انا جوه العمارة اهو، لو مشهد الاسانسير اهو، الاسانسير اهو. يس. المسؤولية. في ايه يعني بكل
وانا ماشي كده الصراحه في وسط البلد شميت ريحه اكل حلوه، والله انا يعني ما اعرفش ايه ده الصراحه، فشميت ريحه الاكل فتعالوا كده نشوف ايه، نروح نجرب ناكل نفطر، فتعالوا كده نشوف نروح نفطر ان شاء الله يطلع حلو. الصراحه ريحه الاكل انا مشيت فشميت الريحه ورجعت تاني، فان شاء الله يطلع اكل حلو. طلبت بيض وفول من القدرة عشان ما بحبش الفول بالخلطة، ومسقعة على بتنجان، وهو نزل لي سلطة في عيش وفي طعمية جاية او فلافل بقى عشان احنا من اسكندرية. زود لي بطاطس وطعمية، وهيجيب لي اهو بصل عشان بحب البصل. يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحمد ربنا دايما ان الفول هو الاكله الشعبيه في مصر، انا بعشق الفول. الفول حلوه قوي قوي قوي. الله الله على البتنجان، والله يا الله. انا ما كنتش غلط لما انا عديت من هنا وشميت الريحه ورجعت تاني، والله العظيم مش ببالغ. الفلافل مختلفه شويه عن بتاعت اسكندريه، مش عارف ايه الفرق فيها، طعمها حلو جدا جدا يا جماعه. الاكل كله رهيب، مش متخيل الاكل عامل ازاي. بصوا يا جماعه، انا خلصت الاكل. عملت ايه بقى بعد ما خلصت الاكل؟ طلبت طبق فول تاني اهو، مش عارف هبينه بقى عشان الطبق سخن، وطبق بتنجان تاني. تمام، انا مبهور انا مبهور. نديها تاني. بص بقى، بص عشان انا ما اعرفش المكان هنا، فممكن تقول العنوان فين؟ العنوان شارع الشوارع هنا شوارع بجوار حلوان العبد. بجوار حلوان العبد، تمام ماشي. وانا عرفت ان هو من اسكندريه كمان. البنك العلمي. ما هو اكيد عشان كده الاكل حلو. اللي انت عايزه حبيبي حبيبي باشا. جدعان انا مش هبالغ لو قلت ده احلى فطار انا فطرته في حياتي، والله العظيم ثلاثة ما ببالغ. انا نزلتها حتى على السناب شات. المهم بقى ان هو طالع من اسكندريه زي ما انتوا شفتوا، وانا خليته يصور عشان انا مش عارف العنوان فين، بس ممكن هي تمام. في جنبه مطعم اسمه فالنسيا. الحساب بقى طلع كام على الليله اللي انا اكلها دي؟ انا مش مصدق. 50 جنيه بس، والله العظيم 50 جنيه بس. يعني ربنا يوسع عليه وربنا يكرمه ان شاء الله، ربنا يرزقه يا رب يا رب. انا بنصحكم ان انتوا تيجوا تجربوا بجد، اي حد يجي يجرب. احنا جنب ميدان طلعت حرب. قعدنا في كافيه بقى ايه، نحجز بكوبايه شاي كده وحجر معسل، وبعدين نرجع ننام. قمت دلوقتي الساعة 8:30 يا دوب، خلاص فاضل حوالي 3 ساعات واعمل التشيك اوت، والقطر الساعة 2. مش عارف هعمل ايه ما بين الساعة 12 لحد الساعة 2، بس عايز اروح انام في ال3 ساعات دول، اريح شوية عشان عندي شغل كمان بالليل. صحيت من النوم مش قادر، دلوقتي الساعة 12:10 تقريبا، عايز انام مش سحب العافية. نروح بقى ايه، نظبط نفسنا، نغسل سنانا والحاجات دي بقى، وننزل نشوف هنعمل ايه قبل. يعني احنا تقريبا قدامنا ساعة، ممكن نروح ناكل تاني عادي. جبت كشري من حد اسمه توما. الصراحة كان في واحد تاني اسمه سيد حنفي كنت بسمع عنه في الريفيوز، ولقيت ده جنبه، بس لقيت ده زحمة اكتر فحسيت ان ده انضف يعني. فهاكل بقى، بس مش لازم اصور الصراحة عشان مش قادر، فان شاء الله يطلع الاكل حلو. لو حلو هقول لكم. عاملين حركة حلوة جدا ان هم جايبين مع طبق كشري، هم لما جايب طبق كشري صغير جايبين مع طبق رز بلبن كيوت كده صغير، حاجة حلوة جدا.
الكشري عجبني جدا، والصلصه بتاعت الكشري حلوه جدا. يعني من مميزات الكشري الصلصه، ودي مشكله عندنا في مطاعم اسكندريه، لان كنت عامل حلقه ريفيو اللي ما نزلتش بس هبقى انزلها. جبنا حوالي 8 مطاعم كشري من اسكندريه، وكان المشكله بتاعت الكشري في اسكندريه هي في الصلصه. بس انا بقى عندي مشكله، انا خلصت هو كان حاطط لي شطه ودقه فانا خلصتهم، فلما رحت طلبت تاني شطه ودقه قال لي لا انا حاطط لك شطه ودقه، فهو كل طبق بيطلع معاه كيس شطه وكيس دقه، مش هينفع اعدي لك تاني. فدي الصراحه حاجه نيجاتيف فيدباك جدا على المكان. يعني مكان اسمه توما في وسط البلد، رغم ان الاكل حلو بس انا ما عجبنيش اسلوبه وما رضيتش اخش معاه في نقاش، بس انا رديت بطريقتي بس كفايه ان انا اقول لكم. دلوقتي بقى هتحرك على المحطة، تقريبا فاضل حوالي ربع ساعة واركب القطر وارجع اسكندرية. عندي شغل للأسف مش هعرف اروح بقى، يعني هروح البيت اغير وانزل على طول. الحمد لله المرة دي وصلت بدري، لسه 5 دقايق كده القطر يوصل وبيقعد شوية قبل ما يتحرك، فمش زي اسكندرية. يبقى المشكلة في المواعيد دي في اسكندرية مش هنا. سبحان الله وصلت والقطر بينادي عليا بيقول لي تعالى اهو. في ميزه بقى في الكرسي اللي انا كنت راكبه وانا راجع، ان كنت قاعد في كرسي لوحدي ومفيش حد جنبي، وكان في كمان ترابيزه بتتفتح. الحمد لله وصلنا اسكندريه بسلامه الله. كان يوم فرهده بس كان يوم حلو وانبسطت جدا، وبشكر تاني استاذ محمود مهدي على كل حاجه، على اليوم الجميل ده وعلى كل حاجه في اليوم الصراحه، وبشجعه ان هو ان شاء الله يعمل يوم تاني زي ده. واخيرا ده اول فلوج ليا، فاكيد مش هيطلع بيرفكت يعني زي ما انا عايز، لان انا لسه بتعلم، ما عملتش فلوج قبل كده. فلو عجبتكم الحلقه يا ريت تقولوا لي رايكم بكل صراحه، يعني مش بزعل انا من الاراء حتى لو سلبيه. اخيرا اعملوا بقى شير ولايك وسبسكرايب، يعني مش هقول لكم يعني تمام. واستنوا بقى مفاجاه ان شاء الله قريب في شهر رمضان، دي حاجه اكسكلوسيف اهو بقولها لكم. عندي شغل دلوقتي هروح واقابلكم ان شاء الله قريب. سلام.